السلام عليكم، يومكم جيد وإن شاء الله تكونوا بخير. اليوم بندير المعروك السوري. العجينة أهي على قد ما نقول لكم إنها خفيفة وهشة ما نعطيهاش حقها. والله خفيفة ريشة 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 على الآخر، وعلى قد ما نقول لكم ريحتها وطعمتها طيبة ما نوفيهاش حقها بصراحة. العجينة أهي. فهنايا أنا درت المعروك السوري هذا وحسيته يشبه شوية للبنينة عندنا في المخابز، يعني يشبه البنينة تقريبا. فبالنسبة للصوص، هنايا نبدل من سقيها بالقطر حطيت لها حليب مكتف المحلى، ويا سلام قداش زادها حلاوة وزادها نكهة. عن جد عطاها بنة خيالية، روعة على الآخر. حطيت الحليب المحلى وبعدين رشيتها برشة حلوة هيك مبحبحة بالمكسرات. حطيت لها اللوز مع شوية جوز. وبالنسبة للمكسرات تقدري تحطي جوز الهند، جلجلان، حبة البركة، لوز، جوز، بندق، مثلا فستق. نبدو أول حاجة هنايا بالمكونات مع بعض. حطيت كوب حليب، وحطيت مية اللي هو ربع كوب، وحطيت الياغورت عبارة على كوب، وحطيت هنايا البياض بيضتين، نحيت الصفار حطيتهم على جنب. وعندي السكر حطيت 3/4 الكوب سكر، وحطيت هنايا الزيت 3 كوب من الزيت. وحاولوا تلتزموا بالمقادير. هنايا بالنسبة للخميرة حطيت هذه الخميرة اللي بتجي فريش. حطيت تقريبا ما يعادل 19 جرام حاجة زي هيك، وما يعادل ملعقتين كبار من الخميرة الجافة، ونحركها بالويسك. وللأمانة هذه الوصفة أنا خديتها من قناة رباح محمد. هنا حركتهم بالويسك. وبالنسبة لخليط الدقيق هنا يعني حطيت 6 كاسات من الدقيق، وحطيت عليهم أو طحين، حطيت عليهم ظرف من الفانيليا، وملعقة كبيرة من البيكنج باودر، ورشة ملح. وتقدري تضيفي منكهات مثل المحلب أو اليانسون، يعطيها أحلى زيادة يعني نكهة. خلطت كل المكونات مع بعض لين التم عندي الدقيق مع الخليط السائل. هنا نزلت عليه بملعقتين من الزبدة. يا سلام لو تكون الزبدة عندك زبدة بقرية مثلا، المهم مش نباتية، يعطاها طعمة أحلى وأحلى. ولو ما مش متوفر تحطي مرجرين عادي. ولو حسيتي العجينة، هذا شكل العجينة، أنا حبيت نوريكم هنايا قوام العجينة. هذا قوام العجينة، لا هي رطبة ولا هي يابسة. بس لو حسيتي إن العجينة عندك محتاجة شوية دقيق، لأن أنواع الدقيق تختلف عن بعضها، فتقدري تزيدي. هنايا شوفوا بالله عليكم ما شاء الله العجينة قداش خمرت وخدت حقها في الخمار. خدت مني تقريبا 3 ساعات ل4 ساعات وهي تخمر، لأن الجو عندي هنايا صقع، فأخدت وقت معي. وهنايا قرصتها تقريبا ما يقارب 6 قرصات، لأن القرص عندي كان كبير. فلو حابة أنت تغيري وتديري الشكل القرص صغير، تقدري تقسميهم تخليهم 12 قطعة. أنا هنا خديت أول واحدة وفردتها، وبناخد الشوبك وبنحلها بالشوبك مقدار أو مقاس إصبع سمكها. وأكيد لازم من رشة الدقيق لأن العجينة تتلصق يعني لزجة شوية. وصفة روعة، وخصوصا في الشتاء واللي عنده أطفال حيحبوها ويستمتعوا فيها مع طاسة الشاي الأخضر أو الأحمر. يا سلام والله حاجة يعني من الأخير، شي ناهي على قولة أخوتنا السوريين. فهنايا بعد ما فردتها راح نحطها في الطاجين بتاعي. الطاجين هنايا دهنتها بزيت ودقيق، او حطي شن اسمها هذه قطعة ورق زبدة، اني كان يعني خالص من عندي معاش عندي، فدهنت زبدة ودقيق. الحمد لله اللي فيه بدائل.
هنايا صفار البيضتين حركتها وزدتها بس ملعقتين حليب، وبعدين مسحت وجه المعروك بصفار البيض عندي. ولو قلت الدحي معناها اللي هو البيض، الأخواتي اللي ما يعرفوش معنى الدحي اللي هو البيض. هنايا عندي كوب من التمر، ضفت عليه قرفة، ما يعادل تقدر تضيفي عليه شوية مكسرات مطحونة أو تضيفي قرنفل وقرفة، يعني منكهات هاي كلها طيبة كلها. وعجنت معلومة نبي نضيفها بالنسبة لخليط الدقيق اللي أنا درته أو خليط الطحين اللي عجنت به العجينة، تقدر تضيفي لها ملعقة من الشمرة أو اليانسون وملعقة من المحلب لزيادة كلها النكهة. تعطي طعمة حلوة للتمر. أنا طبعا ما ضفتهمش هنايا لأني حبيته يكون فردت واحدة من قطع فهنايا ليه طبعا عجنت التمر ودرتها 3 كور بنجيبها بالطول وبناخذ منها الكمية اللي تناسبني بس. يعني أنا شكلتها هنايا أقراص مثل البيتزا، وشكلت واحدة أنا دايما تقريبا ضفيرة، يعني ضفرتها ضفيرة، كل البيانات وشكلت هذه متاع حتى لما انت تديري يعني حاجة أكثر من شكل لا قدر الله مثلا خسرتي فيها مواد ما تخربش عندك، بالنسبة يعني يصير لك إحباط. وعلى فكرة كلنا مرات تصير لنا حاجة التمر ومن عشاق التمر. فأني آسفة لو طال الفيديو، بس مرات مجبرة إني نحكي تفاصيل على العجين، يعني نعطي حق الفيديو وحق الوصفة، لازم نسكروا عليه كويس. وهي المدام هالعجينة تقريبا ما قلت لكم في بداية الفيديو لايك وشير لو عجبتكم الوصفة أو لو عجبكم الفيديو، فلايك وشير لو عجبكم الفيديو. سكرتها بهذا الشكل زي ما شايفين، نتمنى تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس. أنا حاولت ما يكونش الفيديو طويل عشان ما يكونش ممل، وتكتبوا لي تعليق لو أشياء لازم الواحد نجحت معاكم يحاول إنه هو يوضحها في الفيديو عندي من فإن شاء الله ما يكونش الفيديو ممل وطويل عليكم. وقطعته بالنسبة لهذا بتاع التمر هنايا قصيته نصين ولفيته زي حدوة الحصان. شكلت هنايا لا شن تقريبا أكيد أنا هنايا شكلت العجين تقريبا 2 أو 3 أقراص. شفتي الجهة اللي قطعتها سكرتها باش التمر ما ينشفش زي قرص البيتزا ورطب، وشكلت واحدة بالتمر بالموس أو السكينة. عندي هنايا درت هدوما كان منظرها من الآخر تحفة. هذا الشكل عطاها منظر يشبه المنظر أو شكل الكعك المالح. في التعليقات كيف طلعت معاكم بهذا الشكل وقداش حبيتوها. هذا شكلها متاعت التمر. سكرتها باش التمر حتى هو هنا كملت تشكيل في الفرن ويقعد كل العجين عندي وحطيتها في الفرن هنايا على درجة حرارة هنايا في الفرن حطيتها من فوق ومن تحت على درجة حرارة 200. وهذا شكلها بعد ما طلع من الفرن ولعتها قبل بوقت شوية. وهذا شكل المعروكات بعد ما طلعوا من الفرن، بعد ما جد منظرهم وشكلهم رهيب. سقيناه بالصوص بسم الله ما شاء الله. نتمنى تجربوها وتحكوا لي في التعليقات ونقول لكم بسلامة.